فكرة وجود مصدر دخل تاني عمرها ما كانت عشان خاطر الفلوس في حد ذاتها او ان انت يبقى معاك عربية نظيفة وقاعد في بيت كبير وبيت في حتة راقية او كده. الموضوع اكبر واعمق من كده. والناس اللي هي اشتغلت كموظفين لفترة في حياتها هتبقى عارفة الكلام ده كويس، يعني هتعرف انا بتكلم في ايه. انا قدمت استقالتي من حوالي 12 يوم بالظبط. ما عنديش جوب اوفر تاني، وحاليا ممكن اكون بدور، يعني انا بصراحة ببص على الوظائف، بس بجد مش هاممني، يعني الحمد لله. يعني انا مش مهتم اذا كنت هجيب جوب اوفر في خلال الست شهور للسنة الجايين ولا لا. موضوع الاستقالة جه بدافع ان انا محتاج اخد بريك وان انا اركز في البيزنس اللي انا بعمله، البيزنس الخاص بيا. السبب اللي عشانه بدأت بيزنس اونلاين او حاجة تكون خاصة بيا هو ده، هو ان انا اكون قادر في مرحله معينه ان انا اقدم استقاله واخد فتره راحه بدون ما يبقى فيه اي ضغط نفسي او حتى مادي عليا. ومش لازم اكون قاعد في مكان فظيع ولا معايا عربيه فظيعه، بس على الاقل يبقى فيه نوع من راحه البال. وجود مصدر دخل واحد بيخليك والكلام ده اكيد في ناس كتير حاسه بيه، يعني بيخليك ان انت عارف تبقى متأيد وبتقبل بحاجات انت مش مقتنع بيها، وبتلاقي في شخص متحكم في كل شيء في حياتك، من أول وقتك لحد أجازاتك، وقتك مع عيلتك، حرفيا كل شيء. ووجود مصدر دخل واحد بيخليك ان انت تفكر قبل ما تبدي رأيك في أي شيء. والموضوع ده تقييد للحرية بشكل مش طبيعي. عارف في أغلب الوظائف بتلاقي فيه منطقة راحة كده سيئة جدا، ان الوظيفة مش سيئة قوي، يعني بيجيلك مرتبك في أغلب الوقت في وقته. الشركة نفسها بتديلك شوية مميزات، ولكن في نفس الوقت انت برضو مش واخد راحتك من ناحية اللي هو مش عارف تاخد اجازة وقت ما انت عايز، مش عارف تشتغل مع الناس اللي انت بتحبها، مضطر انك تشتغل مع ناس معينة. في حاجات كتيرة بتبقى مضايقاك، وممكن شخص علشان مثلا مزاجه مش رايق يعكر عليك يومك واسبوعك والشهر بتاعك كله، لانه متخانق مع مراته. وجود مصدر دخل تاني هو وجود مصدر دخل تاني بيديلك قدر من الطمأنينة بانك تعبر عن اللي جواك بدون الخوف من انك حد هيقولك مع السلامة، او حد هيعكنن عليك وهيخليك ان انت تضطر ان انت تقدم استقالة. بيدي لك قدر من الاطمئنان والراحة ان انت تفكر لمستقبلك، وانك وقت ما تكون مثلا عايز تاخد اجازة بتطلع تاخد اجازة، او ان انت تقدم استقالتك بدون وجود وظيفة تانية. انا شايف ده اكبر حافز لانك تبدأ حاجة خاصة بيك. احنا في 2026 محظوظين جدا، يعني انا الحمد لله من الناس اللي هي بتبص دايما وبتقارن بما سبق. لما باجي افكر في ايام ما كنت في الكلية وفيما قبل الكلية، المدخل اصلا على النت وان انت تبدا حاجه اساسا كانت في غايه الصعوبه. موضوع ان انت اصلا تروح تاخد ساعه على النت كنت بتدفع مبلغ، يعني علشان تعرف تقعد بس تفتح كام ويب سايت او تكلم حد على ام اس ان ولا ياهو ولا اي سي كيو ولا اللي هي الابلكيشنز دي. فحاليا الوقت ده يعني وقت مثالي جدا، المنافسه عاليه، في ناس كتيره موجوده بتقدم نفس الحاجه اللي انت بتفكر فيها، ولكن مش كل الناس بتكمل، مش كل الناس عندها نفس الحماس، مش كل الناس مقدرة النعمة دي. انت لو عرفت تقدر النعمة دي هتحول مستقبلك. مش هقولك انك هتكون اغنى رجل في العالم ولا هتكون ايلون ماسك ولا هتعمل مليون دولار في الشهر، ولكن هيبقى وضعك احسن بكتير من الوضع اللي انت فيه حاليا. مش عايز اخلي الفيديو يكون كليشيه واقول لك ان انت ممكن تعمل كام الف دولار ومش عارف ايه وكده. الكلام ده اتكلمنا فيه كتير، وفيه تستمونيالز. لو انا عايز يعني اقول لك ان الموضوع هيمشي ازاي، في تستمونيالز كتيره موجوده على الموقع بتاعنا ممكن تشوفها، الناس اللي هي عملت كده فعلا، وحتى في الكومنتس بتاعت اليوتيوب. بس بجد ابدأ بزنس خاص بيك، ابدأ حاجة خاصة بيك يا أخي، مش لازم بزنس أونلاين، ابدأ حاجة حتى أوفلاين. افتح محل بتاع أدوات منزلية افتح محل بتاع أدوات كهربائية، أي حاجة، ابدأ اتعلم حدادة، نجارة، أي شيء، ولكن خلي عندك مصدر دخل تاني. لأنه عارف لما اللايف ستايل بتاعك أو المستوى المعيشي بتاعك بيزيد وبيبقى سبب زيادته هي الوظيفة، بتتأيد أكتر، لأنك بتبقى عندك التزامات أكتر، بتشترك لأولاد في نادي أكبر، بتجيب عربية بأقساط، بتروح تسكن في شقة بإيجار معين، وبتبقى ما عندكش استعداد إنك تنزل لليفل أقل من كده. وكمان الناس يعني اللي حواليك بيتعودوا على الموضوع ده، فانت لو عندك استعداد انك تضحي وتبدا مثلا من ليفل اقل عشان تبدا حاجه خاصه بيك، مش كل الناس هتوافق على كده. فلذلك كل ما بدات بدري كل ما كان احسن. الوظيفه مش عايز اقول انها جحيم، هي نعمه، نعمه كبيره جدا ومهمه جدا،
وعمري ما هكون ضد ان انت تشتغل. اصلا اي حد عايز يفتح حتى بيزنس، انا دايما برجح بيزنس اونلاين او اوفلاين، حتى على قد خبرتي القليله بقول له دايما اشتغل علشان تفهم السيستم ماشي ازاي، وتفهم النظام نفسه ماشي ازاي، وتتعلم كمان سوفت سكيلز وكوميونيكيشن سكيلز عفوا، وتتعلم تتكلم ازاي مع الناس، لان الموضوع ده مهم ومش هتعرفه وانت شغال فريلانسر او عندك اونلاين بيزنس، وان بيرسون بيزنس او بيزنس شخص واحد، او عندك حتى اوفلاين بيزنس. الحاجات دي مش هتتعلمها الا في الوظيفه. فالوظيفه نفسها في حد ذاتها هامه جدا جدا، وهي عارف عامل امان بيخليك ان انت تعمل البيزنس الخاص بيك وانت مش متوتر. فهي حاجه مهمه، ولكنها بتوصل لمرحله انها بتأيدك، انها بتنقص من حريتك. وفي ناس كتيرة مش محتاجة انها تبدأ بيزنس اونلاين، انا فاهم كده كويس، بس لو انت واصل لمرحلة ان انت حاسس انك متأيد، شغال مع ناس خانقاك، في شخص متحكم في كل شيء، عارف مستني الاجازه الاسبوعيه بفارغ الصبر والاجازه السنويه بفارغ الصبر، فانت محتاج تبدا حاجه خاصه بيك. ارجوك ابدا حاجه خاصه بيك. لو انت شخص عندك خبره وعايز تبدا بيزنس اونلاين مش عارف تبدا منين، انا عملت الموضوع ده من 5 سنين. عندي بيزنس اونلاين قائم مبني على الاستشارات. انا بقولكش حاجه انا ما جربتهاش او ببيع لك الوهم. انا عندي قنوات تانية الحمد لله بفضل الله على اليوتيوب، على التيك توك، وحاليا ما زال عندي اصلا بيزنس الاستشارات، بقدم استشارات خاصه بتغيير المسار المهني والهجره وحتى البيزنس اونلاين. وفتحنا الاكسبرتيز فلو او البيزنس ده بجانب اللي انا بعمله. فلو انت مش عارف تبدا ازاي، احنا عندنا برنامج اكسبرت تو بزنس، برنامج بيعلمك ازاي تبدا من الصفر لحد ما يبقى عندك بيزنس اونلاين قائم على خبرتك. لو انت مهتم هتلاقي اللينك في اسفل الفيديو. ولو انت حاليا غير مستعد، احنا في عندنا واتساب جروب مجاني 100% بنشارك عليه معلومات مجانية، هتلاقيه برضو تحت في اسفل الفيديو اللينك بتاعه. ودي حاجة كده حبيت اشاركها معاكم النهاردة واديكم ابديت ان انا قدمت استقالة. ادعوا لي يعني ربنا ييسر حالي، والخطوة الجاية تكون موفقة بإذن الله، وبإذن الله يكون قرار صائب، وربنا يكرمني ويكرمكم ويوسع رزقكم، وأشوفكم على خير. السلام عليكم.